الخستي يا الزرقاء وركبوك بني عداس كما يقولوها عندنا في الجزائر، معروف في كل منطقة يقولوه. يعني رخصنا لهذه الدرجة، الدبلوماسية الجزائرية رخصت لهذه الدرجة، الخارجية الجزائرية والدولة الجزائرية رخصت وضعفت لهذه الدرجة. وين وزير خارجية مالي عبد الله ديوب يستدعي السفير الجزائري ويوبخه ومش عارف شنو هي ويستفسر معه يعني رخصنا لهذه الدرجة. وين وزير خارجية مالي عبد الله ديوب يستدعي السفير الجزائري، وهي سابقة خطيرة لم تحدث في تاريخ الجزائر، سابقة خطيرة لم تحدث في تاريخ الجزائر. ولا دولة إفريقية استدعت السفير الجزائري وداروا له مساءلة، ولا دولة. الدول الكبرى نيجيريا، جنوب إفريقيا، المغرب، مصر، يعني هذه الدول اللي كبرى، أو الدول اللي عندنا معها مشاكل مثل المغرب. لم يحدث في تاريخ العلاقات الجزائرية المغربية أن تم استدعاء السفير الجزائري جامي. تصرنا من مالي وتصرنا من عبد الله ديوب. أنا علاش نقول عبد الله ديوب هذا؟ ورا عبد الله ديوب هذا، يعني هذا السي عبد الله ديوب قاري في الجزائر وكما يقول لك صارف عليه الجزائر ونجحته الجزائر. بعد كي راح زاد كمل دراسته في فرنسا في جامعات فرنسية حتى تحصل على الدكتوراه تاعو من فرنسا، ودرس حتى في أمريكا، راح لأمريكا والآن وزير خارجية. يوصل به الحد أنه يرو يعني كان قادر يستدعي السفير الجزائري وتكون في إطار يعني كما يقول لك الناس شبه سري. لكن أنا نعتبر بالنسبة لي أن هذا الأمر تجاوز، بالرغم من أنه للأسف الشديد الجزائر أعطت فرصة من ذهب لهذا وزير الخارجية ديوب أنه يتصرف هذا التصرف اللي هو تصرف غير مقبول. نعم، احنا اعطينا الفرصة. إذن هاي مالي نقزوها كما يقول لك الناس ينقزوا في الحمار ويتخبوا مور البردعة. وشكون اللي نقزوها؟ أكيد نقزتها المغرب نقزت. هاي وين؟ ها هو وزير الخارجية مع بوريطة في أكثر من لقاء، طالع هابط يعني واهتمام كبير. ها وين سي بوريطة، شوفوا ودايرين له يعني عاطين له أهمية كبيرة لوزير الخارجية هذا. طالع هابط ودايرين له طائرة خاصة. نعم، الخارجية المغربية دايرة طائرة خاصة لوزير الخارجية تاع مالي هذا يتنقل بها، وعنده كل نهاية أسبوع يروح يقضي نهاية الأسبوع تاعو في الدار البيضاء كازابلانكا أو في الرباط، سهرات وقصرة وكذا وحكايات وش يخص ولادو عايشين ثم في الرباط، ومصروفهم اللي يقراو هنا في باري مصروفهم يجيهم من الرباط من عند بوريطة وجماعته. المخابرات المغربية قايمة بدورها. نعم، السؤال مطروح: ما هي فائدة المغرب في مساعدة مالي؟ هل مالي تقع على حدودها؟ لا. هل عندهم فائدة في ثروات مالي؟ لا. هل عندهم مصالح مع مالي؟ لا. إذن ما هو السبب؟ السبب هو إزعاج الجزائر، نخلطوا مالي باش نسبوا مشكل للجزائر. السؤال مطروح: هل الدولة الجزائرية على بالها ما على بالهاش؟ إذا كان بن زدير على باله، الدولة على بالها. ما دام على بالهم، هل اتخذوا احتياطاتهم باش ما نوصلوش لهذا التبهديل أنه وزير الخارجية يستدعي السفير الجزائري ويعطي له ويلقن له درس والصحافة تصور وتكتب وعنوان بالبند العريض وكذا؟ إهانة بالغة للدولة الجزائرية. المغرب والإمارات هم اللي حرضوا. نعم، والآن أعطيكم لماذا الإمارات. المغرب والإمارات طبعا كي نقول الإمارات، المغرب والإمارات فرنسا وإسرائيل والجماعة هم اللي حرضوا وزير الخارجية تاع مالي وحرضوا الحكومة المالية في الدخول أو للدخول في مناوشات والصراع مع الجزائر. نعم، هذه الحقيقة، هذه هي الحقيقة. نوجد أن وزير الخارجية، ها هو بيان وزارة الخارجية يقول لك دعت وزارة شؤون الخارجية والتعاون الدولي جمهورية مالي من الجزائر والشعبية لإثارة، شوف،
لإثارة احتجاجية قوية. ابن عمي، مصطلح خطير. احتجاج قوي من مالي ضد الجزائر، احتجاج قوي يا سي محمد، لإثارة احتجاجية، يعني احتجاج قوي من قبل حكومة جمهورية مالي على إثر الأعمال العدائية. شوف ذاك الكلام الخطير، الأعمال العدائية من طرف السلطات الجزائرية تحت غطاء عملية السلام في مالي. أعمال عدائية وش هي الأعمال العدائية؟ أعمال العدائية أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استقبل وفد من الأزواد، واستقبل شيخ الطريقة الكنتية تاع الأزواد، ورحب به وضحك معه. هذا عمل استفزازي وعمل عدائي. أنا نقول نعم بصراحة، نعم، كان من المفروض ما نديروهاش، يا إما نديروها في سرية تامة يا إما ما نديروهاش. لأنه أنا لو هذا وزير خارجية مالي يستقبل فرحات مهني أو يستقبل ثعبان الأقرع، نزعفوا إحنا، نزعفوا ونثيروا بلبلة ونستدعيوا السفير. قال محمد شنو يستقبل هذا الانفصاليين، هذا الإرهابيين هذا. إذا بالنسبة لمالي الشخصيات اللي استقبلها الرئيس تبون بالنسبة لهم نفس الشيء كما فرحات مهني والثعبان الأقرع ورقص العيون، معارضين ويعتبرهم إرهابيين ويعتبرهم منشقين ويعتبرهم. هذا هو المنطق. ما لازمش نزعفوا على الناس كي نعطوهم احنا فرصة باش نقول له هاك خدي وضربني بكف، ومن بعد كي يضربني نقول علاش ضربني. أنا عطيت له خدي، أنا عطيت له خدي، نعطي له خدي أنا باش يستدعي لي السفير الجزائري، وراه يستدعي السفير الجزائري ويباهد له. ها وين يستدعيه ويباهد له، ما نقبلهاش، اسمح لي. ثم يأتي رد الجزائري، وزير الخارجية الجزائري يستدعي السفير المالي ونفس الشيء يقول له علاش تستدعوا في السفير الجزائري وعلاش تديروا كذا وكذا وكذا. الور كو بصراحة نفس الشيء أنا تمنيت لو أن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف لم يولي للموضوع أهمية وما يستدعيش. بصراحة أنا الآن ننتقد، لأنه وزير الخارجية أحمد عطاف كان من المفروض أنه ما يستدعيش السفير المالي. وش راح يدير السفير المالي؟ من المفروض أحمد عطاف ياخذ طيارة ويهبط الباماكو، نهبط المالي ونطلب لقاء وزير الخارجية المالي ونعيط له أرواح. وش هذا اللعب تاعك هذا؟ وش التمسخر تاعك؟ هذا هو الجزائر القوية اللي نحوسوا عليها. هذه الجزائر اللي نحوسوا عليها، مش المعاملة بالمثل مع مالي. استدعيت السفير، نستدعي السفير. هذه نديرها مع اسبانيا، نديرها مع البرتغال، نديرها مع فرنسا. ما تتمسخروش بينا، ما نلعبوش لعبة تاع كيما نقول لك الناس اللي كارتي الأحياء. مالي تستدعي السفير الجزائري بهدلوه، روحوا نستدعوا السفير تاعهم ثاني. شغل مش عارف انا جاري ضرب بني نروح نحكم بنو نضربه. ما نحكمش انا بنروح نحكمه، هو نعطي له بزوج تروح هو ومرته وولاده قاعدين نضربهم قاعدين طريحين ندخلهم الزريبه. واش التمسخير تاعك؟ انا شغل جاري ضرب لي بني الصغير روح نضرب له ثاني بنو الصغير. هذا لعب تاع الذر، هذا موش. انا نهضر هكذا، اللي يحب يزعف ما عندي ما ندير لكم انا. الله غالب. هذا وش حلبت.